احنا النهارده ان شاء الله هنعمل لكم شوربه كده خفيفه للولاد، لو عشان طبعا اليومين دول البرد والحاجات دي بتسد النفس بتاعت الولاد، ما بياكلوش او فكده. احنا ممكن نعمل لهم شوربه مغذيه وفي نفس الوقت مفيده. احنا عندنا هنا 2 حبه بطاطس، طبعا سلقناها نص سلقه يا جماعه وقشرناها وقطعناها مكعبات كده. عندنا هنا بنجر جزء صغير برضو. 2 حبه طماطم برضو صغيره مش كبيره. طبعا دي الاضافات دي حسب الكميه، لو عايزين نعمل كميه كبيره هنضاعف الكميه معاها. ورقتين لورا، هنا رشه فلفل اسود، رشه سكر، في قرفه خشب دي اختياري برضو. هنا فلفل الوان جزء صغير منه برضو. احنا هنا هنبدا نحط البطاطس، احنا طبعا نسلقها نص سلقه ورمينا الميه عشان كميه النشا. احنا هنحط البطاطس دلوقتي معاها تتسلق تاني هي وبقيه المكونات هنا في الحله. الحله يا جماعه هنبدا نحط عليها بقيه المكونات اللي هي الفلفل والبنجر. احنا هنا حاطين المكونات والطماطم طبعا قطعناها كده، وهنبدا نحط عليها ايه كوبايه ميه او كوبايتين، ونبدا نحطها على النار. نحطها على النار انا وارجع لكم. احنا هنا كده حطينا الحله على النار. طبعا الفلفل هو الحبوب الاسود دي اللي عليها. ورشه طبعا السكر لازم عشان تديها طعم حلو. احنا هنسيبه يغلي، واول ما تغلي وتبدا تبرد كده هوريها لكم عشان هضربها في الخلاط الاول. ورجعت لكم تاني. احنا هنا الشوربه بتاعت البطاطس خلصت اهي. احنا بقى هنبدا نسيبها تبرد شويه وبعدين ايه نشيل ورق اللورا ده منها، ولو حد حط قرفه خشب برضو، وبعد كده نبدا نضربها في الخلاط، وبعد كده نبدا نصفيها. اللي حابب يا جماعه يعني عايز يضيف عليها شوربه بدل الميه، ممكن يعني اي مرقه موجوده، لحمه فراخ مفيش مشكله، بس انا بتكلم عشان ما تبقاش تقيله بالنسبه لو حد عنده برد، الولاد ما حدش له نفس الاكل، فدي تبقى خفيفه عليهم شويه وفي نفس الوقت مغذيه ومشبعه في نفس الوقت. احنا بقى هنستنى اما تبرد ونبدا نضربها في الخلاط ونصفيها وارجع لكم. انا هنا شوربه البطاطس احنا خلصناها اهيت. احنا طبعا فرمناها وصفيناها وهنبدا نحطها على النار. اللي حابب يضيف لها كريمه يا جماعه مفيش مشكله، بس دي انا عاملاها خفيفه عشان لو حد مثلا من الولاد او اي حد برضو عنده دور البرد اللي ماشي مش ملوش نفس الاكل، فدي سهله ومغذيه. وفي نفس الوقت البنجر اللي احنا حاطينه برضو بيرفع الانيميا والفردم والحاجات دي. الولاد اصلا ما بياكلوش في السلطه، فممكن هنا موجود محطوط مع الشوربه مش باين، وفي نفس الوقت هيدي فايده. احنا بقى هنحطه يغلي كده على النار وكده وارجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني. احنا خلصنا شوربه البطاطس يا جماعه بالبنجر اهيت. طبعا سهله سريعه مفيده مغذيه، في نفس الوقت طعمها يعني حلو. اللي حابب طبعا يحط كريمه مفيش مشكله، بس لو حد تعبان او حاجات من دي يعني مش ما يفضلش يعني الكريمه او اللبن. وبالهنا والشفا.